ممكن نغير لون الحيطة. أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. المخرج والأديب محمد زهران، لمدة 5 دقايق هتغير مهنتك لكار جديد. ايه الكار اللي تختاره؟ طباخ. الطباخ محمد زهران، سر الخلطة بتستعمله امتى؟ سر الخلطة بستعمله لما يبقى عايز اعمل حاجة خاصة او سبيشال قوي، واكون عيني على حد عايز ان هو حد يعني مهتم باني الفت انتباهه او يعني اكتر اهتماما، فاعمل له حاجة خاصة فاحط فيها خلاصة تجربتي وثقافتي في الطبيخ. الطباخ محمد زهران، الطبيخ بيقولوا نفس. هل انت عندك نفس في الطبيخ؟ مع ان طبخاتي قليله بس عندي نفس طبعا في الطبيخ، لان هو النفس حاجه انك تعملي حاجه بحب. ايه الطبخه اللي انت بتحبها؟ محشي. الطباخ محمد زهران، مين اللي تحب انك تاكله من ايديك؟ مراتي زينب. دي اول واحده احب اكلها من ايديا طبعا. شريكة العمر. شريكة العمر. الطباخ محمد زهران، صنع ايديا وحياة عينيا. امتى قلت الكلمة دي؟ قلت الكلمة دي ما مرة غامرت ودخلت المطبخ وحاولت استرجع ايام العزوبية وعملت صينية بطاطس بالفراخ. وعملتها بطريقة انا وبصل وترانشات، وساعدت بقى الفنون وقدمتها وكلتها انا ومراتي، وكانت يعني اعتقد كانت حلوة لان هي قالت ان هي كويسة وعجبتها يعني، فقلت صنع ايديا وعملت. بتعرف تعمل طشة الملوخية؟ لا، بحب اتفرج عليها وبتفزع كل مرة. الطباخ محمد زهران، التسبيكة. يقول لك يعني الأكلة ما تبقاش أكلة غير لما تعمل تسبيكة خاصة بالأكلة وتكون يعني ليها طعم كده. التسبيكة في أي مهنة هي خلاصة الخبرة. الفن بقى ان انا اكون تمرست في المهنة بتاعتي لدرجة ان يبقى البصمة بتاعتي اللي هي ثقافتي، اللي انا محصلة شغلي وابداعي في عملي، فبطلع بقى سر الصنعة بتاعي اللي يقول الطبخة دي بتاعت محمد زهران، بتاعت حد تاني. الطباخ محمد زهران، امتى عملت طبخة وحسيت ان هي ناقصة ملح؟ هي الملح، فلسفة الملح الاول يعني دي سر صنعة أي إنسان في مهنته. الملح ده أبسط شيء وأهون شيء، ساعات ممكن نستهيفه أو نقلل فيه نقول يعني هي جات على ذرة الملح، وتبقى بقى سبحان الله اللي هي ذرة الملح دي اللي ممكن تفسد طبخة وشغل سنين طويلة. صحيح. أو خبرة كتير، عشان ده حتى يقولوا إيه، استخسر فيها ذرة ملح أو حبة ملح. فالملح ده ما نستهونش بيه يعني. يعني ممكن يبوظ كل اللي أنا عامله عشان حتة ملح أو ذرة ملح قد كده. اطبخي يا جارية كلف يا سيدي. قلت لمين الكلمة دي الطباخ محمد زهران لما طلب منك حاجة مش قادر تعملها؟ لا تنطبق المثل ده من الطبيخ، منطبق على كل مجالات الحياة. يعني اما تيجي مثلا في مجال العمل تطلب مني شيء وتبقى عندك احلام عالية جدا جدا ومش مدياني امكانيات، فهقول لك اطبخي يا جارية كلف يا سيدي، انا هطبخ على قد الامكانيات المتاحة ليا، بس الذكاء ان من الامكانيات دي اطلع حاجة متميزة برضه. الطباخ محمد زهران، بتعمل طبخة وناقصة حاجة، تتصرف ازاي؟ اخترع. الحاجة ام الاختراع. تعمل أكلة جديدة. اعمل أكلة جديدة. الطباخ محمد زهران، خلصت المدة اللي غيرت فيها الكار بتاعك وهترجع تاني لكارك الأصلي أو مهنتك الأصلية، أديب وإعلامي. زعلان؟ لا مش زعلان طبعا، بس كانت رحلة جميلة. جديد في الكار، انتصار غريب.